أهلا بكم جمهورنا في هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا بالسيد قيس العلاقي رئيس مونديال تونس للطهي والحلويات. إذن سيدي، بعد المغالطات الكبيرة التي شاهدناها وتابعناها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نريد تأكيد ما نقلته وسائل الإعلام من أخبار لنتائج التي تحصلت عليها الجزائر في هذا المونديال. أول شيء تحية خاصة لكل المتابعين الكرام. ثاني شيء النتائج الرئيسية نزلناها قبل بيوم، نتائج المشاركات الفردية ونتائج المنتخبات. المنتخب الوطني الجزائري هو منتخب مشارك بقوة في هذه الدورة، متحصل على عدة ميداليات ذهبية، متحصل على 3 كؤوس في 3 فئات. الكأس الأول هو في فئة الويدين كيك، كعك الحفلات، بطل العالم في كعك الحفلات، وبطل العالم في الكيك ديزاين، وبطل العالم في الجاتو تراديسيونال. يعني أنا واحد من الناس تفاجأت ما يروج له مؤخرا أنه تم إقصاء المنتخب ومنتخب الجزائر. المنتخب الجزائر هو في الأصل ما شاركش في فئة المنتخبات، ما كانش عنده حضور أو مشاركة في فئة المنتخبات. المنتخب الجزائري مشاركة فردية، مشاركة فئات وليس منتخبات. يعني فئة المنتخبات لا يوجد فيها من الأساس المنتخب الجزائري حتى يتم إقصاؤه أو الترويج والمغالطات. أوكي. فيما يخص ما تنقلته وسائل الإعلام الجزائرية من معلومات وأخبار، هل هي صحيحة أم ما يروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مغالطات للرأي العام؟ بالنسبة لما تم نقله وتسويقه في القنوات الفضائية الجزائرية هو مؤكد 100% من أرض الحدث، منقول على لسان منظم الدورة وعلى لسان إدارة مهرجان كأس العالم لفنون الطهي والحلويات. لا يوجد فيه مغالطات ولا يوجد فيه أي تشكيك، وأي شخص مثلا يحب يتعدى هذه الصلاحيات يعتبر أنه تعدى على صلاحياتنا احنا كمنظمين وكإدارة عامة وكإدارة تحكيمية دولية. الإدارة هي فيها قسمين، قسم الفئات وقسم المنتخبات. قسم الفئات فيه 3 كؤوس، 3 بطولات دولية رجعوا للجزائر إن شاء الله، الحمد لله، يعني توافقوا فيها الجزائريين. أما فئة المنتخبات فئة لا يوجد فيها المنتخب الجزائري مشارك من الأساس، شارك في الفئة الفردية وليس منتخبات. وما يتم له التسويق والترويج والمخادعات هو كلام غير منطقي. نحن كجمعية صقور ذهبية منظمين لهذا المهرجان لا نريد مثل هذه الأفكار المغالطات أنه تطلع على لساننا، لأنه احنا ما صرحناش بهذا الشيء. الشيء اللي صرحنا به حاليا أنه الإعلام الجزائري كان إعلام ناقل للصورة الصحيحة، كان متواجد في أرض الحدث، والنتائج اللي اعطيناها احنا حاليا هي النتائج الأساسية، والباقي ليس له من جدية أو من صراحة حتى شيء. هذا يعني أن هناك جهات تصطاد في المياه العكرة وتريد تشويه سمعة الوفد الجزائري المشارك، وممكن إلحاق الأذى بالجهة المنظمة. هي الجهات ممكن ما نعرفش أنا أطراف شنو الدافع باش يعملوا شيء هذا، ولكن ما روج على لساننا نحن كمنظمين هو الأساس. وإذا وصلتكم معلومة توصلكم معلومة بالإدارة التنظيمية وليس على لسان أشخاص لا يوجد منهم، يعني مش موجود منهم ولا واحد أصلا موجود في أرض الحدث إلا الإعلام الجزائري اللي كان داعم بقوة، والإعلام التونسي والإعلام العربي اللي حاضر ونقل الصورة الصحيحة. أما ما شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي هذه مغالطات، لأنه الصفحة الرسمية للصقور الذهبية وهي موجود فيها النتائج الرئيسية للدورة، وما روج له أنه المنتخب الجزائري مش موجود، هو مش موجود في فئة المنتخبات، وهذا يعني إعلام للجميع أنه مشارك في فئة الأفراد وليس منتخبات، ولم يتم إقصائه، بالعكس حقق نتائج كبيرة، شرف الدورة متاعنا بكثرة العدد وبكثرة الميداليات الذهبية وبكثرة الكؤوس اللي يروح بها للجزائر. وبربي ان شاء الله انتم راح تعملوا جاهدين باش تحضروا منتخب جزائري في المحافل الدوليه المقبله ان شاء الله. ان شاء الله لازم تأثير كبير للمنتخب الجزائري في اقرب الاجال، لانه كما تعرف احنا الخدمه نتاعنا سواء في تونس في الجزائر في اي بلاد احنا نسوقوا للثقافه نتاعنا عبر المنتخبات نتاعنا المشاركه. المشاركه الفرديه يعطيهم الصحه، الناس كلها متمكنه، ولكن لازم انسجام فريق مع بعضه باش يمثل المنتخب الوطني الجزائري
نوجه تحية خاصة لكل الجزائريين وكل المتابعين. نتمنى انه الاطارات الرسميه في البلاد يعطوهم شويه دعم ويقدموا لهم شويه حرص باش يتجمع المنتخب هذا، وباش يكون كقوه ضاربه يقدروا يتفاعلوا بها ويقدروا يدخلوا بها اي مبادره او اي مهرجان دولي وياخذوا الالقاب ويروحوا بها الجزائر. انا واحد من الناس عن نفسي نقدر نقدم اللي نقدر عليه وندرب المنتخب نتاعكم انا والمجموعه نتاعي باش تكون كمجموعه قويه كمنتخب قوي يحرز على اكبر الكؤوس في العالم واكبر الالقاب، وهذا كله يضخ في التطوير والترويج والتسويق للموروث الغذائي الثقافي وتسجيله في اعلى القمم وفي كل المواثيق وكل الموسوعات العالميه. وفيما يخص المشاركة الجزائرية الفردية، ما تقييمكم حول المستوى الذي ظهر به الطبخ أو المطبخ الجزائري؟ والله التقييم نتاعنا، أنا كنت كمنظم يعني رئيس مهرجان، ولكن شفت التقييم أنا عند لجان التحكيم، ولجان التحكيم يعني كلها لجان دولية من ألمانيا من أستراليا من أوروبا من آسيا، من يعني وصلت يعطوا نقطة 100/100 على الكيك ديزاين الجزائري. أنا كحكم دولي يعني نقطة 100/100 يعني شفتها في حياتي أول مرة، يعني وصل 99 98/100، ولكن 100/100 أول مرة نشوفها في حياتي كحكم ولا كمنظم مهرجان، إنه تعطات هذه في هذا المهرجان متاعي للأخت الجزائرية اللي شاركت بالكيك ديزاين. اي منى العابد اللي شاركت في الكيك ديزاين وعملت لكم مفاجاه، حتى الطاقم التحكيم تفاجأ بالنقطه هذه 100/100، يعني شيء من الخيال. احنا كل انسان ما كمال لله سبحانه، ولكن القطعه اللي اشتغلتها قطعه كامله 100%، يعني ما شاء الله. اكبر نتيجه في المهرجان واعلى معدل في المهرجان هو معدل الاخت منى العابد 100/100. يعطيكم الصحه الجزائريين، برافو، مسيرة طيبة، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. شكرا لك سيدي الكريم. إذا نؤكد معلومة أن الجزائر تتربع على مونديال تخصص حلويات في هذه الطبعة الثانية. نلقاك إن شاء الله في فرص أخرى، وشكرا جزيلا على تقديم هذه التوضيحات للرأي العام الجزائري وحتى الرأي العام العربي. يعطيكم الصحة الكل، والتوضيح هذا لازم منه، ولازم نوروا للعالم الصورة الحقيقية، باش المغالطات والناس اللي تترصد في الأخبار المغالطة هذه باش يشوهوا الرأي العام. إذا ما صدرتش على لساننا احنا كجهة رسمية للمهرجان كمنظمين شيء على لساننا، ما تصدقوا حتى جهة، والجهات هذه كلها اللي تنقل في معلومات راهي معلومات غالطة، المعلومات صحيحة على لسان المتحدث أو الأصحاب الحقيقيين للمهرجان. أنا كرئيس للمهرجان وكرئيس للصقور أؤكد مجددا أنه النتائج اللي اعطيناها حاليا في هذا في هذا التصوير في هذا الفيديو أنه نتائج حقيقية، وأنه الإعلام الجزائري الصورة اللي ينقلها صورة حقيقية ليست مخادعة، ولم يدخل في تفاصيل أخرى، ولم يشكك في أي صفة من صفات المشاركين العرب، فقط أنه عطوا الصورة الحقيقية للمنتخب الجزائري الفردي، المشاركة الفردية وليس منتخبات. إذا مشاهدينا شكرا جزيلا على المتابعة. تقبلوا تحيات إدريس قضيدة رئيس الوفد الإعلامي الجزائري رفقة مخرج هذا البرنامج أسامة قراليا. إلى اللقاء. إيمو براو قاع نبراو.